دلوقتي بنلاقي ناس كتير قوي تقول لك انا دكتوره كذا، انا بعمل كذا. هل دكتور الدايت هو نفس الدكتور اللي يعمل لي الحقن بالاجهزه اللي حضرتك بتقولي عليها، ولا دكتور الجلديه هو اللي متولي الموضوع ده، ولا يعني عارفه، ولا دكتور تجميل، ولا ايه بالظبط؟ بصي يعني حضرتك، دايما بيبقى عندنا حيره، مين اللي هلجأ له يعمل لي الحكايه دي؟ جزئيه الحقن الموضعي تدخل تحت منطقه التغذيه وتدخل تحت منطقه العلاج التجميلي ككل. في حاجه برضو عايزه اوضحها لحضرتك. الجلديه كجلديه حاجه دراسه، والعلاج التجميلي دراسه تانية، لانه دايما اصبح بقوا مختلطين ببعض. ان اي طبيب جلديه خلاص بيتكلم في العلاج التجميلي. العلاج التجميلي له دراسه لوحده، بس لازم تكون حضرتك دكتور علشان تستوعب هذه الدراسه، لان دراسه العلاج التجميلي بتدخل فيها تشريح الجسم البشري، بيدخل فيها تشريح الاعصاب ماشيه فين رايحه فين، الاورده، الاوعيه الدمويه كلها، الاورده والشرايين. يعني اخصائيين هنتكلم على اخصائيات التغذيه، اللي هو ده مصطلح دلوقتي بقى موجود كتير جدا احنا بنسمع عنه. اطباء. اعرف بقى ان هو طبيب، يبقى طبيب عادي اي تخصص، ولا لازم يبقى طبيب متخصص مثلا في حاجه معينه؟ هو ممكن يبقى طبيب وواخد كمان اخصائي دراسات او حاجه دراسات في التغذيه. هو ده اللي احنا بنشوفه افضل شيء، لانه عارف الجسم البشري. يعني ما ينفعش بحد مثلا صيدلي، حد اسنان، حد الحاجات دي. والله انا بشوف في مشاكل، بس انا بجد انا مش عايزه لا، ما انا فاهمه، بس الحكايه دي فعلا عامله لبس كتير جدا للناس كتير حوالينا. يعني اي حد يقول لك انا اخصائي تغذيه، وتلاقيه مثلا دكتور اي مش دكتور، مثلا صيدلي. لا مش دكتور، ده نتكلم فيها دي. بصي حضرتك، الجزئيه كلها اللي بنخاف منها يعني الكلام ده طبعا انا مش ده رايي الخاص، انا بتكلم عن رايي الخاص. انه يكون اساسا طبيب، ومش بس طبيب بشري.